بس من كتر ما احنا سيبنا نفسنا للوسط اللي حوالينا ده، بدأ في ناس حواليك انت ما انتش واخد بالك منهم بدأوا ياخدوا من طاقتك. فتلاقي مجموعة من الناس اللي هي بتحقد عليك، يحقد على لبسك، على ابتسامتك، على والله. وعايز اقول لك بقى ان الجزء ده بياخد من طاقتك، وفي جزء تاني يا جماعه الجزء ده هو طول النهار بيصدر لك طاقه سلبيه. يعني تقول له النهارده على فكره في دوره ايجابيه النهارده لدكتور اسمه كذا جاي يدي مش عارف ايه، الكلام بقى اللي هو انت عايز تقول له استغفر الله العظيم الكوبه تاخدك، عارف انت اللي هو ايه، بومه كده طول النهار. هو كده طول النهار تلاقيه استغفر الله العظيم يا رب عمال يديك طاقه سلبيه. وفي نوع ثالث بقى يا جماعه ما باليد حيله، هو شكاي طول النهار عمال يقول لك شكاوي. وعايز اقول لك ممكن واحده تنقل لواحده مشكله عندها والمشكله دي قاتله في حياتها، وزميلتها دي تروح تعيط وتحكي لمامتها، ومامتها تحكي لعمتها، وعمتها تعيط مع خالتها، والمشكله اتحلت اصلا. فما نابك غير ان المشكله اثرت عليه. الدايره دي مش هتوصلك لاي حاجه. وانا واحد من الناس اللي بقول ان البني ادم لازم يفكر هو ليه كلنا متشابهين في كل ظروف الحياه وعدد الساعات، بس ليه واحد معاه فلوس اكتر من واحد تاني، وليه واحد في مكانة علمية أكتر من بني آدم تاني، وليه واحد بيوصل للحاجة اللي هو عايزها وواحد تاني لأ؟ عشان في بني آدم بيركز في حياته، هو بيركز هو عايز إيه. اختار الدايرة اللي حواليك. ما انتش مطالب منك إنك تغير العالم، ما انتش مطالب منك إنك تختار ناس شبهك، انت مطالب منك انك تخلق لنفسك عالم خاص بيك بافكارك والناس اللي تتعامل معاهم والناس اللي يكونوا في طريقك. دور لنفسك على ناس تديك طاقة ايجابية.